يخش يقول لي شيرين ومش شيرين وموضوع مش مهم وكده، بس هو موضوع رائج وموضوع على ساحة الكلام وحكاية برضو معروفة، وهي شخصية عامة طبعا، فلازم يبقى في كلام عليها. طبعا هو الحمد لله النهارده او امبارح بقى او مش عارف امتى، انا مش مركز قوي في موضوع الايام، ان هو تم بفضل الله يعني ان هم هربوها من المستشفى. مين اللي هربوها من المستشفى؟ طبعا انا قلت قبل كده السبب في الفضيحه والكلام ده كله المحامي بتاعها، واللي هربها من المستشفى المحامي بتاعها وحسام حبيب، واحد تاني اسمه حسام مش عارف ايه كده، ومحامي تاني غير المحامي بتاعها اشترك في الموضوع. هربوها بمعنى ايه؟ هربوها بمعنى ان هم خرجوها من المستشفى بقوة القانون بقى. انا برضو مش هتكلم في تفاصيل قوي، انا عارف طبعا كل التفاصيل، بس كل اللي عايز اقوله لكم يعني ان هي خرجت خلاص، ومحدش يعرف عنها حاجة، ولا اخواتها ولا امها ولا اختها ولا اخوها ولا اختها ولا امها يعرفوا عنها حاجة. حسام حبيب معاها طبعا. آه، يعني انا عايز اوجه رساله لكل المحامين، او ان انت تكون محامي لحد وتنفذ اوامره. طبعا يعني اكيد انا جايبك محامي ليا تنفذ اوامري، بس خلي عندك دم ودين. لو انا طلبت منك طلب عكس الصح وعكس الاصول، مش عشان انت محامي تبقى رخيص، او مش عشان انت محامي تبقى ما تعرفش ربنا. كلامي بوجهه لكل المحامين على فكره، مش محامي بعينه، لكل المحامين. كلنا عارفين ان في محامين شمال، زي ما في قلت لكم في كل مهنه الشمال واليمين. لكن ان انت عشان المحامي بتاعها فهي تبعت لك رساله مثلا تقول لك انا عايز اخرج، فانت عشان المحامي بتاعها فتروح تخرجها او تروح القسم او تروح تعمل كذا وتروح دي حاجه بصراحه تصرف مش عقلاني خالص، وتصرف مش محترم. لان انت عارف ان انت بتخرجها من مصحه هي بتتعالج فيها. يعني انت عارف ان هي بتتعالج وقربت تخف، يعني 20 يوم ده وقت خطر جدا. انا عايز طبعا اطمنكم واقول لكم ان هي هتفضل زي ما هي مدمنه، وهترجع للادمان بشراسه وبشراهه، وممكن تموت. مش بتريق طبعا، اصل ان هي تطلع بعد 20 يوم دول للناس المدركه، يعني انا بتكلم كده طب يعني. هي خرجت في الوقت القاتل، الوقت اللي هو ما ينفعش تخرج فيه، الوقت اللي هو المفروض تكمل فيه. منور يا استاذ فواز، منور يا استاذ زهره. الوقت اللي هو يعني في عز اللي هي بقى ايه، لو بتتعالج تتعالج. وطبعا جابوا الاسم وجابوا مأمور وجابوا ناس وراحوا على المستشفى والامن وقلق والكلام ده كله، في الاخر بالقانون خرجت طبعا. ليه؟ يعني مش عايز اتكلم في تفاصيل، بس بالقانون خرجت لان هي قالت انا مش عايز اقعد هنا. والمحامي طبعا الشجاع بتاعها ظبط لها الموضوع، وجي محامي تاني خالص مش بتاعها بس تبعهم، قال لهم لا انا هخرجها لكم تعالوا، ساب الاسم وساب المكان والنيابه ومشي. اللي كان فيه حسام حبيب مع المحامي بتاعها. حاجات يعني في منتهى السفاهه وفي منتهى القرف. وفي الاخر خرجت ومحدش يعرف عنها حاجه، ما راحتش الفيلا بتاعتها، ما راحتش الشقه بتاعتها، ما راحتش في اي مكان معلوم. اي حد هيقول اي حاجه غير كده هو كذاب، وهو ما حصلش، هو ده اللي حصل، ما حدش يعرف هي فين.